السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناة ابداعات فرح. النهاردة طلعنا وتسوقنا وجبنا طلبات من السوق. النهاردة ان شاء الله هنقول كل طلباتنا، هنقول الاسعار. الحمد لله النهاردة كان الخضار ما شاء الله عليه جميل جدا، تحفة بجد، واسعار جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين كمان احنا جايبين الحاجات دي، منها حاجات هتتخزن لشهر رمضان ان شاء الله. يعود عليكم الايام بالخير يا رب واليمن والبركه. فالنهارده حبيب قلبي زي ما انتم شايفين، اول حاجه معايا هنا النعناع، ما شاء الله عليه النعناع جميل جدا. النعناع انا طبعا بجيب بيه كميه كبيره، لان النعناع ده انا بجيبه بخزنه للسنه كامله، بنشفه وبخلي كمان منه فريش بيتحط في الفريزر. انا عملت قبل كده تفريز النعناع ونزلت الفيديو ده، لو حابين تعملوه يعني عاملاه بطريقه جميله جدا جدا جدا، تقدروا تشوفوا الفيديو. وزي ما انتم شايفين كمان انا هنا جايبه الجزر. النهارده الكيلو بتاعه ب2 جنيه، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. وزي ما انتم شايفينه جميل كده وصابح. انا جايبه كميه حلوه من الجزر، جايبه 5 كيلو جزر، لان طبعا هعمل منه عصير البرتقال اللي هو طبعا هفرزه لرمضان. انا قبل كده طبعا انا عملت الفيديو ده، فاكيد مش هعمله تاني. لو انتوا حابين تعرفوا ازاي نفرز عصير البرتقال بالجزر، بجد بجد انا عامله فيديو من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا جدا. والفيديوهات كمان اللي يعني بصي احنا عاملين عصير البرتقال كما يجب ان يكون، بجد يعني بجد بجد حباكم تشوفوا الفيديو ده. اي واحده حابه تفرز البرتقال، عصير البرتقال ده البرتقال الصيفي زي ما انتم شايفين مال السوق، اللي هو البرتقال البلدي. انا جايبه 15 كيلو برتقال وجايبه 5 كيلو جزر. مش هحط كميه الجزر دي كلها طبعا انها كتير، بس انا حابه يبقى عندي جزر في التلاجة للسلطه. وزي ما انتم شايفين الطماطم ما شاء الله بقت نازله متفحه وجميله جدا جدا. الطماطم يا حبايب قلبي 3 كيلو ب10 جنيه، 3 كيلو ب10 جنيه. والبرتقال 3 كيلو برضو ب10 جنيه. وكمان البتنجان الجميل اللي احنا جايبينه ده النهارده، زي ما انتم شايفين النهارده كمان جايبين بتنجان الآلية. جايبه برضو البتنجان 3 كيلو ب10 جنيه. والخوخ النهارده تلاقيته ما شاء الله مفاجأة بجد، الخوخ النهارده رخيص جدا وثمنه حلو جدا. فانا جبت من الخوخ برضو زي ما انتم شايفين كده. الخوخ بسم الله ما شاء الله انا غسلته وحطيته في التلاجة تاكل منه. يعني الخوخ النهارده ب5 جنيه زي ما انتم شايفين، رخيص جدا. وكمان جميل جدا ما شاء الله، يعني حله الرخص كده. دي فلفلايه بايظه هنخلص بيها نرميها طبعا. وهنا الفلفل جايباه ب5 جنيه. مشتريات النهارده بسم الله ما شاء الله جميله جدا وكمان رخيصه. زي ما انتم شايفين الاسعار جميله جدا. الاسعار دي حبيب قلبي طبعا من منطقه لمنطقه بتتغير، عشان خاطر ما تقوليش لا ده انا عندي ارخص، لا انا عندي اغلى. الموضوع ده يا ريت مش عاوزين نتكلم فيه ابدا، بس انا شايفه الاسعار نزلت عن الاول يعني. وهنا طبعا جايبه الخضره، الشبت والكزبره الخضراء والبقدونس. فطبعا الخضار ده انا ناوي افرزه، هغسله هقطعه واحطه في الفريزر، لاني بحتاجه في الصيف حبايبي. زي ما انتم عارفين الخضار بيبقى قليل جدا جدا، بيبقى كده ضعيف وقليل. فانا هخزن البقدونس والكزبره والشبت ان شاء الله، هفرزه وهعمل منه المحشي والكفته. دايما بستخدم من الخضره اللي انا مفرزاها. الليمون الجميل، الليمون حبايبي النهارده انا جايبه الليمون ب10 جنيه زي الفل زي ما انتم شايفينه كده. وكمان معايا جبت 3 قطع من الجبنه القريش، حطيتهم في علبه التلاجة. 3 قطع الجبنه القريش انا جايباهم ب10 جنيه. والكيلو الليمون قلت عليه ب10 جنيه. جايبه الخضره دي كلها ب5 جنيه. شايفين قد ايه خضره كتير جدا جدا. وطبعا جايبه الخس الجميل، الخس البلدي بتاعنا. الخس ده انا جايبه كميه كبيره منه، لسبب لان الخس ده انا هفرزه. طبعا الخس ده انا باخد الورق بتاعه وبعمله محشي، اللي هو طبعا المقرطص. قبل كده عملت محشي المقرطص في القناه بتاعته ونزلته، بيبقى جميل جدا جدا. وكمان خلاص الخس كل سنه وانتم طيبين. خلاص الخس كده تقريبا في الخلاص، يعني اللي هو الخس البلدي مش الكابوتشا. بيبقى النهايات بتاعته في الشهر اللي هو شهر 4.
وكمان البرتقال برضو نهايه شهر 4 البرتقال الصيفي ممكن بيقعد على فكره في رمضان، بس بيكون طالع من ثلاجات معينه للخضار للفاكهه او الخضار اللي بتاعت الفكهانيه الكبار طبعا. اما الخوخ انا اوعدكم ان شاء الله قريب جدا، انا منزلاه قبل كده الخوخ في العصير بطريقه نعمل عصير الخوخ بتاع رمضان، انا عملته قبل كده برده في القناه بتاعتي، يا ريت تخشي وتشوفي الفيديو ده. هحاول ان شاء الله احط لك تفريز البرتقال وتفريز الخوخ ان شاء الله في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده. بجد بجد انا عامله الخوخ طالع تحفه، زي هتشوفيه كده حاجه كده، بصي حاجه كده ما حصلش، بجد جميل جدا جدا جدا. هو البرتقال نفس الموضوع يعني، الحاجات دي ان شاء الله في منها هيتفرز. وكمان الليمون بتاعي ده انا ناويه الليمون بتاعنا برضو عاوزه اعصر كميه كبيره من الليمون واحطه في مكعبات التلج واتلجه، وبعدين احطه في برطمان وهشيل البرطمان في الفريزر، على اساس في شهر رمضان بيبقى الليمون غالي، وكمان كفايه الحاجه تبقى تحت ايدك. انا افضل حاجه بحبها الحاجه تبقى موجوده في البيت، بتريحني وبتكون تحت ايدي. ممكن الليمون ما يبقاش موجود، هتبل بيه بفتيك بانيه، في تتبيلات الفراخ بتاعتنا المشويه كده. الليمون لا استغناء عنه ابدا في البيت، فاحنا ان شاء الله برضو هنفرزه. وان شاء الله برضو انا ما فرزتش الليمون قبل كده بالطريقه اللي انا هقولك عليها، بحطه في مكعبات التلج كده وبتلجه، وبعدين بطلعه بعد ما بيتلج بحطه في برطمان يبقى مكعبات مكعبات واحطه في الفريزر، بيبقى جميل جدا. بعمله عصير بحطه في الاكلات بتاعتي. فان شاء الله ناوي اعمل الليمون معاكم ده، ما عملتوش. اما البرتقال والخوخ دول هتلاقيهم ان شاء الله في قناه بتاعت فرح، تقدري تعمليهم. يا رب النهارده الفيديو بتاعي كده يبقى خفيف على قلبكم. وكمان يا ريت تنفذوا تجيبوا الحاجات دي، خلاص زي ما انتم عارفين النعناع والبرتقال والخوخ كل الحاجات دي موجوده بكثره في السوق. يا ريت تجيبي وتخزني وتجهزي حاجتك لرمضان. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. خلاص احنا بنستعد كده من اول النهارده 2 شعبان، كل عام وانتم بخير. بنستعد الخزين رمضان، ونبدا نجهز ونحط حاجتنا في الدي فريزر. وان شاء الله ان شاء الله طول شهر شعبان يا رب كده نقدر نفيدكم، نعمل فيديوهات جميله، نستعد لرمضان حاجات معقوله ورخيصه وتكون على قد الايد. يا رب النهارده كده الفيديو بتاعي يفوز على اعجابكم، واسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوناش دعم القناه، شير ولايك واشتراك في القناه، واسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.